تخيل تفضل تذاكر طول السنة وتضيع تعبك ده كله بسبب غلطة واحدة. لو انت من الناس اللي بتسهر تذاكر ليلة الامتحان لحد ما تروح الامتحان فانت بتضيع كل اللي انت عملته. ما هو انت لو مش نايم كويس دماغك مش هتشتغل غير بتلت طاقتها، يعني كل اللي ذاكرته راح على الفاضي. فلازم يا صديقي تسمع النصيحة وتنام على الأقل من 6 ل 8 ساعات قبل ما تروح الامتحان. هتقول لي يا مستر طب انا ما اقدرش انام من القلق والتوتر. هقول لك يا صديقي انا فاهم انت ليه ما بتعرفش تنام. جسمك لما بيبقى داخل على مرحله النوم بيفرز ماده اسمها الميلاتونين، ودي بتعمل لك استرخاء وتدخلك في مود النوم وتخليك تنام كويس جدا، ودي بيمنعها القلق والتوتر. عشان كده يا صديقي انت ممكن تدخل الماده دي لجسمك بشكل صناعي عن طريق ان انت تروح الصيدليه تقول له عايز ميلاتونين، يدولك في هيئه اقراص او اشرطه ايا كان، الاثنين مفيش فيهم اي مشكله. استخدامهم مفيش فيه اي ضرر ولا فيه اي نوع من الادمان، وهتاخده قبل النوم بساعتين. هيخليك تدخل في حاله استرخاء وتنام، وما تقلقش مش هتروح عليك اللجنه، لان انت في العادي مفعوله بيروح من 6 ل 8 ساعات بالكتير قوي، مفعوله ما بقاش موجود في جسمك. ولو حابب تتاكد اكتر تقدر تسال الصيدلي اللي انت هتشتري منه الحاجه دي. كمان في خطا تاني اوعى تقع فيه، انك تروح الامتحان من غير فطار. ليه بقى يا صديقي؟ دماغك دي عامله زي العربيه محتاجه بنزين عشان تشتغل. مخك بيحرق في الساعه تركيز وشغل قد اللي بتحرقه في الجيم في 3 4 ساعات. وحاول تركز ان فطارك يكون خفيف وعباره عن كربوهيدرات بشكل اساسي، يعني بلاش فول وطعميه لان ده هيبهدل لك القولون وهيخليك تفقد تركيزك في اللجنه. وبلاش بروتين او بقوليات عشان ده برضو بيأثر على القولون. واوعى تكون من الناس اللي بتاكل قبل اللجنه بنص ساعه، لان دي مشكله كبيره جدا. لازم على الاقل تاكل قبل اللجنه من ساعه ونص لساعتين. وخليك فاكر يا صديقي ان دي نصايح بنقدمها لك، اتمنى تلتزم بيها. وخد دايما بالاسباب، وخليك فاكر دايما ان ربنا مش بس بيحسبها مجهود، بيحسبها سعي ونوايا صادقه. وخليك فاكر تعبك وتعب اهلك، وربنا يوفقكم جميعا، وانا استودعكم الله.